بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في اليوم في فيديو مهم جدا، ألا وهو هنتعرف مع بعض على أنواع المحررات وعقوبة تزويرها وأسباب انتفاء الجريمة وفقا للقانون. جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة وإمضاتها انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الأجهزة الأمنية العديد من القضايا من قضايا التزوير في الشهادات والأوراق بغرض الحصول على خدمة مثل المعاشات. تجد إن في شخص ممكن يزور بعض الأوراق للحصول على معاش أو قروض بنكية. طيب، عرف القانون مصطلح التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير. وهنا بيكون التزوير نوعين: أول حاجة التزوير المادي، تاني حاجة التزوير المعنوي. طيب، إيه هو التزوير المادي؟ التزوير المادي ذلك التزوير اللي بيكون بالحذف أو الإضافة دون التأثير في مضمون الشيء عن طريق العين المجردة، ويمكن إدراك أثره بصورة المحو والتحشير. ده التزوير المادي. طيب، التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشيء ذاته ولا يترك أثرا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين. يبقى التزوير في تزوير مادي وتزوير معنوي. أنواع المحررات 3 أنواع: محررات رسمية، محررات عرفية، محررات موثقة. يبقى أنواع المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صورة تنفيذية منها. والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصورة تنفيذية. وزي ما أنا قلت، هناك 3 أنواع من المحررات هي كالتالي: أول حاجة المحررات الرسمية، تاني حاجة المحررات العرفية، تالت حاجة المحررات الموثقة. طيب، لما نيجي نتعرف على المحررات الرسمية، إيه هي المحررات الرسمية؟ هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو ما تلقاه على يديه من خدمة ذوي الشأن. هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطاته المختصة. ده المحررات الرسمية. طيب، إيه هي المحررات العرفية؟ المحررات العرفية هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن، وأيضا بيوقعوها بإمضاءاتهم وبأختامها بأختامهم أو ببصمات أصابع أيديهم. وهنا في المحررات العرفية ولا يتدخل الموظف العام في كتابتها، خلاف للمحررات الرسمية. دي المحررات العرفية. طيب، المحررات الموثقة هي المحررات التي يحررها الكاتب العدل ضمن اختصاصه، والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت. يبقى احنا كده عرفنا التزوير طبقا للقانون، وعرفنا أيضا أو تعرفنا مع بعض على أنواع المحررات 3: المحررات الرسمية، المحررات العرفية، المحررات الموثقة. نتعرف مع بعض على عقوبة التزوير. حدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية. نصت المادة 221 من القانون على أن كل شخص يصنع لنفسه أو بواسطة شخص آخر
شهادة مزورة، شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره من أي أو بواسطة شخص آخر. كل شخص صنع لنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص لنفسه أو لغيره خدمة عمومية بيعاقب عليها بالحبس. تاني، يبقى نص المادة 221 عقوبات قالت إن كل نصت على عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية. قالت إن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص لنفسه أو لغيره خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. طيب، المادة ديت مادة 221. المادة 222 قالت إيه؟ قالت إن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن مرض أو حمل أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب أيضا بالحبس، يعاقب أيضا بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. طيب، لو قالت إيه بقى؟ فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب أيضا الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا. طيب، نص المادة 222 من قانون العقوبات قالت إيه؟ بالإضافة تنص على أن العقوبات المبينة بالمادة 221 والمادة 222 اللي احنا لسه ذاكرينهم ويحكم بها إذا كانت الشهادة المزورة دي مقدمة لإحدى أو لأحد المحاكم. طيب، وقته ينتفى جريمة التزوير. انتفاء جريمة التزوير، وقته ينتفى جريمة التزوير. هناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير. أول سبب، لو توافر سبب من هذه الأسباب ال7 ينتفى هنا جريمة التزوير. أول حاجة، عدم وقوع أضرار من هذا التزوير. يعني لو حصل على سبيل المثال، لو أن هناك شك إن في ورق أو معين إن ده تزوير ولم يحدث من وراءه أضرار، يعني عدم وقوع أضرار من هذا التزوير، هنا تنتفى جريمة التزوير. طيب، تاني حاجة من أسباب انتفاء جريمة التزوير عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة. عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة، يعني الشخص بين يديه ورقة ولم يعلم، ما عندوش علم بأن هذه الورقة مزورة. يبقى عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة، يعني الشخص بين يديه ورقة مزورة وهو لا يعلم بها تماما أو لا يعلم بالتزوير اللي فيها، يبقى هنا ينتفى أيضا جريمة التزوير. ثالث حاجة، لو تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية. رابع سبب من أسباب انتفاء جريمة التزوير عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر. خامس سبب، حالة تقديم الدعوة في ورقة عادية وليس محرر رسمي. السادس سبب، لو تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوة. سابع سبب من أسباب انتفاء جريمة التزوير ألا وهو التقاضي. يبقى احنا هنا في الفيديو ده تعرفنا مع بعض على أنواع المحررات، تعرفنا على مصطلح التزوير في القانون، عرفنا أن المحررات 3: محررات موثقة، محررات رسمية، محررات عرفية. تكلمنا أيضا عن عقوبة التزوير في القانون المصري، وذكرنا أخيرا 7 أسباب إذا توافرت
ينتفى جريمة التزوير. وده كان موضوع بسيط أو صغير عن عقوبة التزوير في القانون وأسباب انتفاء جريمة التزوير، وعرفنا مع بعض أنواع المحررات، وأيضا عرفنا مصطلح التزوير في القانون. وشكرا جميعا لحضراتكم.